يا جماعة قبل ما نبدأ الحلقة اضرب لايك دلوقتي علشان القصة اللي هحكي لك عنها النهاردة هي أكتر قصة في التاريخ لسه العلماء نفسهم مش فاهمينها. نتكلم عن مين؟ نتكلم عن الملك الذهبي توت عنخ آمون، شاب صغير حكم مصر وهو عنده 9 سنين ومات وهو عنده 19. بس الغريب مش موته، الغريب هو اللي حصل بعد موته. في سنة 1922 عالم الآثار هاورد كارتر فتح مقبرة توت عنخ آمون، ومن لحظتها العالم اتقلب. المقبرة كانت متقفلة 3000 سنة ومحدش لمسها، ومليانة كنوز مش موجودة في أي مقبرة تانية. بس أول ما اتفتحت ابتدت سلسلة حوادث غريبة. أول واحد مات اللورد كارنيفان ممول الرحلة، مات بعد فتح المقبرة بأسابيع. الغرفة بتاعته في الفندق النور فصل لوحده، والكلب بتاعه في إنجلترا عوى ومات في نفس اللحظة. الصحافة قالت ساعتها لعنة الفراعنة بدأت. 25 شخص شاركوا في فتح المقبرة ماتوا خلال سنين قليلة، أسباب أمراض غريبة، تسمم، حوادث غير مبررة، لدرجة إن واحد من العلماء قال إحنا مش فاتحين مقبرة، إحنا فاتحين باب لعالم ما كانش لازم نلمسه. طب إيه السر؟ هل هي فعلا لعنة ولا جراثيم وغازات كانت محبوسة آلاف السنين، ولا في أسرار جوه المقبرة لحد النهاردة ما اتقارتش صح؟ توت عنخ آمون مات صغير، بس لحد النهاردة محدش عرف كل حاجة عنه. اتقتل، اتسمم، أصيب، ولا في حد كان عايز يمحي اسمه من التاريخ؟ وفي النهاية السؤال الحقيقي هو ليه ملك صغير ما عملش حروب ولا بنى معابد ضخمة يعتبر لحد النهاردة أشهر ملوك مصر القديمة؟ الإجابة ممكن تكون في اللعنة، وممكن تكون في السر اللي لسه محدش قدر يوصله. ولو عايزين جزء تاني عن لغز موته الحقيقي اكتبولي عايز الحلقة التانية.